المصرية، نرموا ثورتنا المصرية، نرموا ثورتنا المصرية. جورج عادل. مرحبا حضرتك. دلوقتي بالنسبه لاخبار جورج ايه في المعتقل؟ جورج حتى الان معذب، تم اعتقاله لسه الفتره اللي فاتت تم تعذيبه. اخبار بتجيلنا اللي هو لسه بيحطوا الميه، بيرموه الميه، تعذيب بالكهرباء، تعذيب اكتر من مره. لسه الدوله قمعيه زي ما هي. انت قدرت على جورج، مش قادرين على اللي قتل الثوار في اول، مش هقول لك من 25 يناير، من بعد 11 يناير حتى الان مش قادرين تجيبوا واحد من اللي قتل الثوار حتى الان. الناس اللي قتلت الناس في بورسعيد حتى الان مفيش حد جه. انا لو ابن المشير وكنت قاعد موجود في استاد بورسعيد كان ممكن يحصل حاجه زي دي. احنا ما بنجيش غير على الناس اللي عايزه حقوق، دايما احنا بنيجي على الناس اللي عايزه حقوق. طيب هو محبوس فين دلوقتي؟ هو لا اتذكر السجن اللي هو استقبال ترى او ما اعتقد هو استقبال ترى. بيعمل اسوأ استعمال من امناء الشرطه، من الضباط الموجودين هناك، انتقاما منهم لمواقفهم وما قالهم. طب بالنسبه لحبس النيابه المستمر، تعليقك عليه؟ حبس النيابه المستمر بدون ادله يعني حبس النيابه المستمر اقدر اقول لك موضوع مرعي اللي ظهر انتخابات 2005 و2010 لسه موجود. لسه النظام زي ما هو، ما دام مفيش استقلال للقضاء المصري مفيش نيابه، مفيش قضاء في مصر. نشكر حضرتك.